الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله عدد ما في الأرض والسماء، والحمد لله ملء ما في الأرض والسماء، والحمد لله وسبحان الله بكرة وأصيلا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون والمؤمنات، نذكر اليوم بإذن الله تعالى صورا من حياة رجل الهجرة الثاني، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي سطرت آية الهجرة في كتاب الله العزيز هجرته مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخلدت ذكراه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه اسمه عبد الله بن عثمان بن عامر، واسم أمه أم الخير سلمى بنت صخر بن عامر. هو عبد الله بن عثمان بن عامر، واسم أمه سلمى بنت صخر بن عامر. لقد شاءت حكمة الله تعالى أن يخلد ذكر رجل الهجرة الثاني ومواقفه، وبخاصة ذكره الله تبارك وتعالى في قوله: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره، قال: أي إلا تنصروا رسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فالله غني عنكم لا تضرونه شيئا، فقد نصره الله في أقل ما يكون إذ أخرجه الذين كفروا من مكة لما هموا بقتله وسعوا في ذلك وحرصوا أشد الحرص فألجأوه إلى أن يخرج ثاني اثنين، أي هو صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، إذ هما في الغار، أي لما هربا من مكة لجأا إلى غار ثور في أسفل مكة فمكثا فيه ليبرد عنهما الطلب، فهما في تلك الحالة الحرجة الشديدة المشقة حين انتشر الأعداء من كل جانب يطلبونهما ليقتلوهما، فأنزل الله تعالى عليهما من نصره ما لا يخطر على البال، إذ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصاحبه أبي بكر لما حزن واشتد قلقه، قال: لا تحزن إن الله معنا، أي بعونه ونصره وتأييده. وفي بعض الروايات في الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى أسفل قدميه لرآنا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فأنزل الله سكينته عليه، أي الثبات والطمأنينة والسكونة المثبتة للفؤاد، ولهذا لما قلق صاحبه سكنه وقال: لا تحزن إن الله معنا، وأيده بجنود لم تروها وهي الملائكة الكرام الذين جعلهم الله حرسا له وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، أي الساقطة المخذولة، فإن الذين كفروا قد كانوا على حرد قادرين في ظنهم أنهم قادرون على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذه حنقين عليه، فعملوا غاية مجهودهم في ذلك فخذلهم الله ولم يتم لهم مقصودهم، بل ولا أدركوا شيئا منه،
إلى أن قال رحمه الله أي المفسر علامة السعدي: وفي هذه الآية الكريمة فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بخصيصة لم تكن لغيره من هذه الأمة، وهي الفوز بهذه المنقبة الجليلة والصحبة الجميلة. وقد أجمع المسلمون على أنه هو المراد بهذه الآية الكريمة، ولهذا عدوا من أنكر صحبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم عدوه كافرا، لأنه منكر للقرآن ولما جاء به والذي صرح بها أي بهذه الصحبة. وقال القرطبي عند هذا الجزء من هذه الآية: إذ يقول لصاحبه هذه الآية تضمنت فضائل الصديق رضي الله عنه، فحقق الله له تعالى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بكلامه سبحانه، ووصف الصحبة في كتابه. لماذا إذن؟ لأنها سطرت الصحبة في القرآن الكريم وبكلام الله تعالى. قال الليث بن سعد وهو من أقران الإمام مالك رحمه الله، قال الليث بن سعد عند قوله تعالى: إذ يقول لصاحبه، قال: ما صحب الأنبياء عليهم السلام مثل أبي بكر الصديق، أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما صحب أحدا من الأنبياء مثل صحبة أبي بكر الصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعظم صحبة عرفها التاريخ بين اثنين هي بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر الصديق. لماذا؟ لأن الله شهد لها، ولأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه شهد لها. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أمن الناس علي في صحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنها أخوة الإسلام ومودته. أيها المؤمنون والمؤمنات، إنه الصاحب الأول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد قال يوما للناس لما رأى بعضهم قد ضايق الصديق، قال أي النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن الله أرسلني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فما أوذي بعدها. الحديث في صحيح البخاري. عباد الله، لقد كان رضي الله عنه أول من آمن من الرجال والمبشرين بالجنة الأول، سبق إلى الإيمان وبادر إلى الرفقة ولازم الصحبة، واختص بالمرافقة في الغار والهجرة. قال عنه عليه الصلاة والسلام: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يد يكافئه الله به يوم القيامة، وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر. والحديث رواه الترمذي. أسلم على يديه في الأول 5 رجال رمزت إليهم بقولي عز سطاع. عز سطاع، هذا رمز الأوائل الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأتى بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العين في عز عثمان بن عفان، والزاي الزبير بن العوام، سطاع السين سعد بن أبي وقاص، والطاء طلحة بن عبيد الله، والعين الأخيرة سطاع عبد الرحمن بن عوف. احفظوا عني هذا الرمز للأوائل الذين أسلموا عن طريق أبي بكر الصديق وأتى بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رمزهم عز سطاع. وأسلم بعد ذلك رجال على يد أبي بكر الصديق، منهم أبو عبيدة بن الجراح، والأرقم ابن أبي الأرقم، وعثمان ابن مضعون، وأخواه عبد الله وقدامة كلهم ابن مضعون، وخباب ابن الأرث، وعبد الله بن مسعود،
وأسماء بنته ابنته بنت أبي بكر الصديق، وأم الفضل لبابة، وعتبة بن غزوان، وسعيد بن زيد بن نفيل، وامرأته فاطمة بنت الخطاب، وغيرهم كثير أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي حديث سيد المرسلين، وأجارني وإياكم من عذابه الأليم، وغفر لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، لا نحصي ثناء عليه جل شأنه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها المسلمون والمسلمات، أبو بكر الصديق رضي الله عنه حبيب النبي صلى الله عليه وسلم ورفيقه. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: يا رسول الله، والقصة معروفة لديكم إخوتي، أي النساء أحب إليك؟ قال عائشة، وذلك من بعد خديجة. قال بل من الرجال، قال أبوها. وفي هذه الرواية فيها أي الرجال أحب إليك؟ قال أبو بكر، متفق عليه. لقد شهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المشاهد كلها إلى أن توفي رضي الله عنه، إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وحج في السنة التاسعة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. حج بالناس في الليلة التاسعة في السنة التاسعة في حياة النبي، واستمر خليفة الأرض بعد وفاته عليه الصلاة والسلام مدة، ولقب بخليفة رسول الله. ولقد جمع الفضائل كلها. كان رضي الله عنه صديقا عابدا زاهدا أواها شديد الحياء كثير الورع حازما رحيما كريما شريفا غنيا بماله وجاهه وأخلاقه. لم يشرب الخمر قط، بل يكثر التبرؤ منها، ولم يؤثر عليه الكذب قط. كان قارئا للقرآن رقيق القلب عند تلاوته. كان رجلا أسيفا سريع البكاء، إذا صلى بالناس لم يسمعوا قراءته من البكاء، كما وصفته ابنته عائشة رضي الله عنها. كان صاحب صدقة وجهاد وصلاة وصيام وغير ذلك. لقد حق لعمر وعلي رضي الله عنهما أن يقولا: ما استبقنا إلى خير قط إلا سبقنا أبو بكر. والحديث رواه الإمام أحمد في المسند والطبراني. إنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه صاحب الصدقة والكرم والإنفاق، فلقد أنفق ماله كله طواعية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي لعمر: ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله. قال: وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. والحديث في سنن أبي داود. يقول ابن العربي المالكي المعافري رحمه الله: قال موسى: كلا إن معي ربي سيهدين. وقال محمد: لا تحزن إن الله معنا. لا جرم، لما كان الله مع موسى وحده ارتد أصحابه بعده، فرجع من عند ربه لما كلمه ووجدهم قد عبدوا العجل. ولما قال محمد صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا، بقي أبو بكر رضي الله عنه مهتديا موحدا
عالما حازما قائما بالأمر. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، إن أبا بكر الصديق كان صاحب الحب الشديد والفداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يحدث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر فقال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر الصديق وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فعجبنا له. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا به. متفق عليه. أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، من أراد أن يضمن الطريق السوية والصحيحة إلى الجنة فليبحث عن صحبة توصله لذلك. فنعم الصحبة إذن تعيش على إثرها السعادة في الدنيا والآخرة. فاللهم اجعل أعمالنا صالحة واجعلها لوجهك خالصة آمين. هذا وصلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة، وعن جميع الصحب الكرام. اللهم انصر ملك البلاد محمد السادس نصرا تعز به الدين وترفع به كلمة المسلمين. اللهم أري الحق حقا وارزق اتباعه، وأري الباطل باطلا وألهمه اجتنابه، ويسر له اللهم البطانة الصالحة التي تعينه على خدمة الإسلام والمسلمين. واحفظ اللهم في ولي عهده مولاي الحسن، وبصره السعيد مولاي رشيد، وفي سائر الأسرة العلوية الشريفة، وعنا معهم بمنك وفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعل بفضلك كلمة الحق والدين، ومكن لعبادك المخلصين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ردنا وإياهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم واصلح أحياءهم يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة أعيننا، وأسعدنا وإياهم في الدنيا والآخرة آمين. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، فأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله